مساء الخير على كل مشاهدينا، والنهارده معانا الدكتوره صوفيا زاده، وهناخد شويه معلومات عن تفسير الاحلام، وهنعرف اللي بيحلم بسمك. الدكتوره هتقول لنا دوت بيرمز لايه. اللي بيحلم انه حامل، لو واحده حامل مثلا، اللي بتحلم ان باباها متوفي وبيجي لها في المنام، او مامتها. يعني هناخد كده شويه حاجات سريعه لكل الناس من الدكتوره صوفيا زاده معانا في برنامج قول يا نجم. منورانا دكتوره. اهلا بيك. واحنا بنحبك، وكل الناس في مصر بيعشقوكي جدا، وفي العالم ربنا العربي. يخليك يا حسين. عايزين ناخد حاجات سريعا كده عن مثلا اللي بيحلم بوالده المتوفي ده بيرمز ليه؟ طيب بداية طبعا حلم الأموات ده بيبقى جزء من الواقع بتاعنا. اه ممكن يكون البني آدم أصلا مؤثر فيه. الشخص اللي توفى ده ممكن يكون والده، ممكن بيفكر تكون فيه. والدته. تمام. مؤثر فيه، حتى هو بياخد منه قيمه وبياخد منه اخلاقياته كده، فبالتالي بيجي حتى ما بيسيبوش بعد ما مات. لا، انا بتكلم على، عايزين نختصر. يعني مثلا انا والده متوفي امم وجالي في الحلم، مثلا مش انا بالتحديد، اي ايوه. حد اه جالي في الحلم ساكت ما بيتكلمش، ده بيرمز ليه؟ لو ساكت ومش بيضحك ولا حاجه، فده ان هو طالب صدقه، لان هو كده انت ما عملتش حاجه. طالب صدقه للي هو حلم بيه ولا من العائله كلها؟ لا، من اللي شافه، اللي اللي هو شافه في الحلم. اللي طيب، شافه يطلع له صدقه، لان السكوت ده معناه يعني لا هو حيله. في لا يعني في حيله، محنه لا يعني. حيله. طيب لو جاله بيضحك بس ما بيتكلمش؟ بيضحك، ده ان شاء الله في عنده حاجه مناسبه ساره هتحصل له الايام القادمه. هتحصل للي حلم الحلم. للي حلم. طيب لو جاله بيجري منه، يعني مثلا انا والدي متوفي وقابلني، ايه ده، ابويا راح جاري مني. هو جاري منك؟ اه لا، معنى كده ان انت بقى مذنب في حاجه، لان الميت ما يهموش الا الحاجات اللي علاقتك بالله تعالى. ممكن تكون انت مقصر في صلاه، ممكن تكون اه مقصر في صله رحم. دي حاجه تخصني انا كده. طبعا تخصك تمام. انت، اضرب حالك، فبالتالي بتشوف الوضع ده.